السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم يدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وباش تمنيتو ان شاء الله. اليوم كما كتشاهدوا غادي نشارك معكم مسمن بالشحمة اللي كيجي اكثر من رائع. دابا غادي ندوزو الحشوة ديالنا. هنا غادي نحتاجو البصلة خضارية، هنا عندنا الشحمة، وعندنا هنا الجزر محكوك، عندنا فلفلة خضراء وفلفلة حمراء. الا ما كان متوفر عندكم ديروا فقط غير فلفله خضراء وحمراء اللي كان متوفر عندكم البنات. هنا كنضيفوا شويه د الملحه، وغادي نضيفوا شويه ديال الزيت فقط القليل. وهنا كنخلطوا الحشوه ديالنا كما كتشوفوا الخضره ديالنا كامله مع بعضها، وغادي نوضعوها فوق العافيه البنات. هنايا الخضره ديالنا بدات كتشحر كما كتلاحظوا، مع التحريك دائما البنات مره. هنا الخضره ديالنا البنات تقريبا راه دخلها الطياب. هنا انا غادي نضيف واحد الكميه ديال الكفته اللي هي ماشي ضروريه البنات، انا غير كنشط ليا واحد شويه من العشاء ديال البارح، قلت علاش ما نديرهاش نضيفها هنايا. ولا نتوما ما متوفراش ماشي ضروريه، ولا كنتو بغيتو تضيفوها فانتوما لكم الاختيار. غادي نحلو مزيان ديك الكفته البنات بهذه الطريقه كما كتلاحظوا، وغادي نخلطوها مزيان مع الخضره ديالنا هنايا. هنا غادي نضيفو شويه د البزار، وغادي نضيفو ملعقه ديال بابريكا، الملعقه اللي كتكون كبيره البنات. وغادي نضيفو الصلصه الحاره او الهريسه على حسب الاختيار البنات، كل واحد الا كان عندكم وليدات صغار ماشي ضروري تضيفوها. وكنخلطو مزيان حتى كيتجانس لينا مزيان، كتشرب لينا ديك العطريه اللي ضفنا. هنا الحشوه ديالنا راها واجده، غادي نخليوها كترتاح على جنب. دابا هنا البنات غادي ندوزو للعجينه. هنا انا خديت 2 زلافات ديال الفينو، 3 زلافات ديال الفوس، بشويه د الملحه. بالنسبه للكميه ديال الدقيق غادي تخرج لكم واحد الكميه كثيره البنات. انا هنا قسمتها على 2، شويه عمرته وشويه درتو مسمن عادي. لهذا الا كنتو غادي ديروا غير مسمن معمر غادي تنقصوا في الكميه ديال الدقيق، ودائما الكميه كتبقى على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. انا كناخذ شويه الماء من الروبيني عادي، وغادي نضيفو دائما الماء كنضيفو غير شويه بشويه باش ما تجيناش العجينه ديالنا مطلوقه بزاف. وحنا كنخلطو، غادي نخلطو مزيان البنات مع اضافه الماء بالتدريج. الا كان خاصها عاد الماء ممكن البنات تعجنوها في العجانه او كتخلطوها غير بيديكم. الا كان عندكم الوقت البنات غادي غير تخلطوها وديروها في شي بلاستيكه كما غادي ندير انا. هنا فقط غادي نديرها غير واحد شويه البنات، وغادي نديرها في واحد البلاستيكه وكنخليها ترتاح لانه كان عندي الوقت البنات انايا. ولا ما كانش عندكم الوقت غادي تدلكوها بطبيعه الحال. هنا كما كتلاحظوا ما غاديش ندلكها بزاف، فقط غادي ندخل داك العجينه ديالي مع بعضياتها، ما يبقاش دوك الحبيبات ديال الدقيق. وهنا فقط هنا غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت، وغادي نوضعها في واحد بلاستيكه وكنخليها. انا خليتها هنا شي 2 سوايع تقريبا البنات، لانه كان عندي الوقت يعني درتها مع الصباح وحتى العشيه وعاد خدمتها. هنا العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت مزيان مع راسها كما كتلاحظوا، ها هي العجينه ديالنا مطلوقه ومعجونه مزيان. انا هنا كنحاول نعطيها هذا الشكل باش انني نقدر نقسمها، والعجينه ديالنا كي كتبان مدلوكه، مع انني ما دلكتهاش البنات، فقط خليتها تحت على خاطرها. هنا غادي نقسم العجينه ديالي الكويرات اللي كيكونوا صغارين،
ولا بغيتو ديروهم صغر من هكا ممكن البنات، لان المسمن ديالي غادي يجي شويه كبير، وليكم الاختيار دائما. هنا غادي نقاد الكويرات ديال البنات بالحجم اللي بغيت انا، كنقدهم كنحاول ندير لهم القياس واحد. غادي نستمر هكذا حتى نكمل جميع الكويرات اللي عندي. كنتمنى البنات ما تنساونيش بواحد اللايك وشي تعليق اللي كيكون محفز، واللي يزيد يشجعني باش نحط لكم فيديوهات دائما، يعني بصراحه كنتعب بزاف هاد الفيديوهات ملي كنحطوهم. هنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال الزيت غادي ندهنوا بها الكويرات ديالنا، وغادي نوضعوها في واحد اللاطه. وبالنسبه للناس اللي باقيين ما مشتركينش في القناه كنتمنى يشتركوا عندي ويشجعوني فضلا وليس امرا. هنايا من بعد ما كملت الكويرات ديالي كاع كورتهم ودهنتهم بشويه ديال الزيت، غادي نغطيهم بواحد بلاستيكه وغادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه، فقط واحد مده ديال 10 دقائق او ربع. هنا من بعد العجينه ديالي مرتاحت مزيان، والحشوه ديالي حتى هي بردات على خاطرها. دابا غادي ندوزو باش نقرصو المسمن ديالنا. انا دائما كناخذ واحد شويه ديال زيت البنات وكندهنوا بها السطح العمل ديالنا. كناخذ اول كويره وكنبسطوها دائما مع القليل ديال الزيت. شوفوا العجينه البنات كيفاش دايره، كتسرح معنا بسهوله البنات وما كتقطعش. هنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الحشوه وغادي نوزعوها على العجينه ديالنا كامله البنات بهذه الطريقه. ما غاديش نديرو الحشوه غير في الوسط، غادي نحاولوا نوزعوها على العجينه ديالنا كامله. الصوره دائما راها واضحه لكم البنات. وكنصايبوا المسمن ديالنا عادي، دائما كناخذ واحد شويه ديال الزيت وكندهنوا به العجينه ديالنا بالشكل اللي كتشوفوا البنات. وغادي نطويو المسمنه ديالنا عادي، الطريقه المعروفه عند جميع المغربيات اكيد كيعرفوا الطريقه ديال الطي ديال المسمن. هنا من بعد ما طوينا المسمنه ديالنا الاولى غادي ناخذ الكره الثانيه وغادي نبسطوها بنفس الطريقه البنات، دائما مع الاستعانه بالقليل ديال الزيت باش كتساعدكم العجينه كتسرح معكم بسهوله. وهنايا من بعد ما بسطنا العجينه ديالنا، دائما البنات الاطراف كنحاولوا نبسطوهم مزيان باش ما يبقاش غليظ لينا في الجناب. كناخذوا قليل من الحشوه دائما وغادي نشرحوها على العجينه ديالنا كامله البنات بنفس الطريقه اللي درنا في الاول. وهنايا من بعد ما وزعت الحشوه ديالي بهذه الطريقه غادي ناخذ المسمنه الاولى اللي درت وغادي نوضعها في الوسط ديال المسمنه الثانيه اللي حلينا، وكنتنيوها بنفس الطريقه اللي تنينا الاولى. كنتمنى دائما الشرح ديالي يكون مفهوم والصوره واضحه لكم. وانا غادي نستمر بهذا الشكل تنكمل كاع المسمنات اللي عندي البنات، وغادي نرجع نشوفوا الشكل. وغادي ندوزو دابا للطياب من بعدها البنات. صراحه البنات هذا المسمن كينفعنا بزاف في رمضان، كيجي رائع من ضمن الوصفات الرمضانيه اللي نديروها بزاف البنات. هنا غادي ندوزو للطياب. انا درت المقله ديالي ثقيله درتها كتسخن. وهنا البنات انا خديت هذا الورق خصوصا بالنسبه للبنات المبتدئات يديروا هذه الطريقه راه كتسهل عليهم مزيان. هنا كندهنوا بواحد شويه ديال الزيت وكناخذوا المسمنه ديالنا كنوضعوها فوق داك الورق ديال الطبخ بطبيعه الحال، وغادي نبسطوا المسمنه ديالنا
كنبسطوها القدر الكافي، وغادي ناخدوها بداك الورقه البنات وغادي نحطوها المقله ديالنا. هنا بالنسبه للشكل ديال المسمنه كيبقى الشكل ديالها هذاك هو، كيبقى الشكل ديالها كما كتلاحظوا، ما كتعوج ما والو. هنا بالنسبه للبنات المبتدئات من الافضل يديروا هذه الطريقه لان كتسهل هذه العمليه بزاف. وهنا المسمن ديالنا راه يطيب، مره كنحركوها البنات ونقلبوه حتى كيطيب لينا مزيان، يبان لينا اللون ديالو تحمر، وكنحيدوها. انا كنستمر هكذا كنطيب كاع المسمنات اللي عند البنات، وغادي نرجع نشوفوا الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا. صراحه اللي كيجي اكثر من رائع. هنا كنعاود وحده اخرى معكم، غادي نستمر تنكمل المسمن كاع اللي عندي. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وينال الاستحسان ديالكم، وما تنساونيش بالتشجيعات ديالكم. هذا هو المسمن ديالنا صراحه اللي كيجي جد رائع. ما تنساونيش دائما باللايكات ديالكم اللي كتطلع لي الفيديو، وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.